الموهبة هي كيس الدهب بتاع أي بني آدم، بس إيه اللي ممكن يحصل لو البني آدم ده معرفش يستغل موهبته ويديرها؟ ده بالظبط اللي حصل مع محمد هنيدي، اللي كان في يوم من الأيام كوميديان له جمهور كبير بيستنى أفلامه في السينما. لكن زي ما بيقولوا الدنيا دوارة. حاليا هنيدي لما بينزله فيلم في السينما الفيلم بيفشل في شباك التذاكر. طيب خلونا نبدأ القصة لأن المشخصات المرة دي عنده كتير. فيا ريت يا صاحبي تكون جهزت كوباية الشاي وتركز معايا كويس، ويا ريت تمنع الضحك. زي أي كوميديان هنيدي كانت بدايته صعبة، ويا دوب ابتدى يمشي على السلم خطوة خطوة لحد ما يتشاف. قصة هنيدي مع التمثيل بتبتدي لما بيتخرج من المعهد العالي للسينما، عشان بعدها يبدأ طريقه ناحية الشهرة والنجومية اللي هو بيتمناها. بس الشهرة ما جاتش لهنيدي مرة واحدة، هنيدي نحت في الصخرة حرفيا لحد ما بقى محمد هنيدي السوبر ستار اللي احنا عارفينه النهارده. في أواخر التمانينات هنيدي ابتدى يظهر في التلفزيون في أعمال درامية مهمة زي مسلسل البخيل وأنا اللي كون فيه دويتو قوي مع الفنان الراحل وائل نور. مشاهدهم مع بعض كانت مسلسل منفصل لوحده، وبسبب النجاح الكبير اللي حققه في البخيل وأنا تعاون تاني مع فريد شوقي في مسلسل عرض حلقي عشان يكمل دويتو الكيمياء والتناغم اللي كانوا بينه وبين وائل نور في البخيل وأنا. لحد هنا هنيدي كان ماشي كويس في مسيرته، وكان ابتدى يتشاف والجمهور يعرفه. لكن في الوقت ده موهبة هنيدي ما كانش فيه حد واخد باله منها ولا حاسس بيها، حتى بدأ الجمهور يحس بموهبة هنيدي ككوميديان لما شفناه في دور السواق في فيلم بخيت وعديلة. هو الدور كان صغير وثانوي، بس كان تأثيره حلو في الفيلم ده، كفاية انه وقف قدام عادل امام. وبالدور الصغير اللي عمله هنيدي في الفيلم ده ابتدى الجمهور يحس ان هنيدي كوميديان ويجي منه. بعدها بيشارك هنيدي في الفيلم اللي هيعمل له اكبر نقلة في مسيرته كلها، فيلم اسماعيلية رايح جاي. فيلم اسماعيلية رايح جاي ضم كاست قوي بداية من محمد فؤاد وحنان تركي وخالد النبوي، ومش محتاج اقولك قد ايه الفيلم ده حقق نجاح كبير في السينما، وناس كتير بتعتبره الاب الروحي لسينما الشباب. في الوقت دوت اصلا السينما المصرية كانت محتكرة من 4 نجوم بس، وهم عادل امام واحمد زكي ومحمود عبد العزيز ونور الشريف. كان صعب اوي في اخر التسعينات انك تلاقي الجمهور يروح يحضر فيلم الناس غير دي في السينما. لكن اسماعيلية رايح جاي غير كل حاجة، وكان هو البداية لجيل جديد اتولد في السينما المصرية. ناس كتير بتعتبر هنيدي هو السبب في نجاح الفيلم، وبصراحة ده حقيقي، شخصية منعم تشهد بكده. وبعدين بقى في الليلة الزرقاء. وهنا لمع نجم هنيدي وتوهج. الخطوة اللي بعدها كانت خطوة البطولة المطلقة، وتوقيت الخطوة دي حصل في سنة 1999 لما اتعرض فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية. الفيلم ضم كاست واعد بداية من هنيدي والسقا وهاني رمزي وغادة عادل ومنى زكي. الأسماء دي شالت السينما المصرية في السنين اللي بعد كده. بصراحة الفيلم ده ما يتزهش منه يا جماعة، الفيلم ده أكتر فيلم بيتعمل عليه ميمز لحد النهاردة. محدش طبعا يقدر ينسى بدلة هنيدي الصفرا اللي كان لابسها في أول يوم ليه في الجامعة. نجاح كبير حققه صعيدي في الجامعة الأمريكية، في ناس كتير بتعتبره أنجح فيلم في السينما المصرية. وكان في كلام إن هيكون في جزء تاني من الفيلم بعد 15 سنة. أنا مش عارف بصراحة هما يعملوها إزاي، بس ده اللي قاله مدحت العدل واكد عليه. بس حاليا كل ده كلام، ولسه لحد دلوقتي ما اتعملش الجزء التاني، وانا بصراحة ما بيتش وجود جزء تاني من صعيدي، لان نهاية صعيدي في الجامعة الامريكية كانت مقفولة خالص. لو انت شايف ان صعيدي محتاج جزء تاني اكتبلي في التعليقات. بعد صعيدي في الجامعة الامريكية هنيدي بيكمل طريق نجاحه في فيلم همام في امستردام. الفيلم كان مختلف شوية عن صعيدي، القصة هنا بتحكي عن همام اللي بيهاجر لهولندا عشان يشتغل. الفيلم بيركز على مشكلة الشباب اللي بيهاجروا، وطبعا مش محتاج اقولك الفيلم ده نجح قد ايه. في الفيلم شفنا ظهور مميز لأحمد عيد وأحمد السقا في دور أدريانو. أنا سمعت أخبار إن أحمد السقا هيعمل فيلم مستقل للشخصية دي، ودي حاجة بصراحة متحمس أشوفها. بعد كده هنيدي بيكمل رحلة نجاحه بفيلم بيليا ودماغه العالية. هو الفيلم مش زي الفيلمين اللي قبله، انت ممكن تشوفه من نوعية أفلام المقاولات اللي ما فيهاش لا قصة ولا مضمون، لكنه كان فيلم لذيذ وخفيف كنت بحب أتفرج عليه وأنا صغير.
بعد بلية ودماغه العالية هنيدي بيرجع للأفلام القوية تاني زي فيلم جاءنا البيان التالي اللي رصد لينا فيه رحلة نادر سيف الدين وازاي تخطى المصاعب وتحمل الأهوال اللي بيشوفها المراسل عشان في الآخر يرتاح ويبقى مذيع بين الأخبار. بحب الفيلم ده قوي وشفت بينه وبين حنان ترك كيمياء قوية. الكيمياء دي كملوها في سوبر هنيدي، ده بقى كان كرتون الطفولة. الكرتون ده بيحفل على كل أبطال الكرتون اللي كنا بنحبهم واحنا صغيرين زي بكار وكابتن ماجد وجريندايزر الجبار. ما اقدرش انسى وانا صغير لما كل يوم كنت بستنى حلقة جديدة منه على نار. بعد جاءنا البيان التالي هنيدي بيقرر يسافر الصين عشان يصور لنا فيلم فول الصين العظيم. لما تتفرج على الفيلم ده هتحب الفول، بس اوعى تعمل زي الشيف السوري اللي حب يدوق من اكل هنيدي وهنيدي قال له بلاش. الفيلم ده بالذات يعتبر من كلاسيكيات هنيدي، لحد دلوقتي مش قادر انسى افيه القوة الروحية. لك وبتسأل ليه؟ انا بدي اخد شي بتاخد مثله. وانت مالك والسوبر ماركت بتاعك؟ بعد كده هنيدي بيقدم لينا افلام متوسطة الجودة زي فيلم وش اجرام اللي ما كانش خطوة موفقة خالص لهنيدي، وفيلم صاحب صاحبه. بالرغم ان هنيدي تعاون في الفيلم ده مع اشرف عبد الباقي الا ان الدويتو الكوميدي اللي ما بينهم ما انقذش الفيلم والفيلم ما كانش احسن حاجة. بعد كده هنيدي قرر ينافس العندليب ويقدم لينا فيلم عندليب الدقي. الفيلم ما عجبنيش خالص ويمكن ده اقل افلام محمد هنيدي بالنسبة لي، بالرغم ان الفيلم بيتكلم عن موضوع مهم زي الوحدة الوطنية، لكن في رأيي القصة كانت ممكن تتقدم بشكل احسن من كده بكتير. بعد كده هنيدي بيرجع لافلامه التحفة اللي عودنا عليها بفيلم رمضان مبروك ابو العالمين حمودة. عنوان الفيلم الطويل ده ما كانش بيبشر بخير، لكن الجمهور لما شاف الفيلم حبه جدا وشاف ان شخصية رمضان من اكتر الشخصيات الكوميدية اللي قدمها محمد هنيدي طول مسيرته، وبسبب نجاح الشخصية دي هنيدي قرر انه يقدمها تاني في مسلسل رمضان مبروك اللي برضه كان محقق نجاح كبير في رمضان. في سنة 2009 قدم هنيدي فيلم أمير البحار اللي ورانا فيه عالم القراصنة، وفي سنة 2012 قدم هنيدي آخر فيلم حلو عمله فيلم تيتا رهيبة، وناس كتير شايفة إن باسم سمرة هو سبب نجاح الفيلم، وبصراحة ده حقيقي. شخصية إبراهيم وإفهاتها كانت معلية الفيلم على الآخر. بصراحة أنا مقدرش أتخيل تيتا رهيبة من غير باسم سمرة. بعد تيتا رهيبة هنيدي ما بقاش كوميديان، وده اللي أثبته في أفلامه الأخيرة اللي اتعرضت بعد كده زي فيلم يوم ملوش لازمة وعنترة بن شداد والإنس والنمس ومرع البريمو وهاني الجميل أخصائي تجميل. في نهاية الفيديو حابب أعرف رأيكم إيه أكتر فيلم كوميدي عمله هنيدي؟ لو وصلتوا لحد هنا يبقى أكيد الفيديو عجبكم، فياريت ما تنسونيش بلايك واشتراك في القناة، وياريت كمان تفعلوا زر الإشعارات عشان يوصلكم كل جديد. لا مفيش خير. خير ايه؟ انت عماله تبيع وتشتري فينا ليه؟ جرى يا وليه؟ لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في قناة المشخصاتي عشان تشوفوا كل جديد المشخصاتي.